بعد الفصل الأول اللي حكيناه مع بعض في رواية ما انتهتش، أحداث وفصول كتير حصلت. لكن النهاردة في الفصل الثاني هنعيش مع بعض يوم شكله عادي جدا، يوم بيتكرر كل سنة، له طقوسه، ترتيبه المعروف. لكن بالنسبة للسيد المسيح اليوم ده ما كانش عادي خالص. هو الوحيد اللي كان عارف إن دي البداية لأصعب جزء في الرحلة وأتقل خطوة في مهمته على الأرض، ومع كده كان ماشي بثبات حسب الخطة اللي حاططها. كان يوم خميس العهد والناس بتستعد لعشاء الفصح. السيد المسيح طلب من بطرس ويوحنا يحضروا المكان في علية مجهزة، وده اللي حصل فعلا. وجه موعد العشاء واتجمعوا حواليه. في اللحظة دي كان جواه مشاعر صعبة، حزن، ثقل، وانتظار للي جاي. لكنه قرر إن محبته ليهم تضغي على أي شعور تاني. وفي وسط القعدة كان عارف إن في واحد منهم هيخونه. ولما يوحنا سأله مين الخاين يا سيد؟ قال له اللي هيغمس معايا في الطبق، وكان يهوذا الإسخريوطي. وهنا الكتاب بيقول في يوحنا 13: بعدما أكل يهوذا قطعة الخبز دخله الشيطان فقال له السيد المسيح أسرع وافعل ما أنت فاعله. بدأ السيد المسيح يكسر الخبز ويوزعه عليهم، وكذلك الكأس. في اللحظة دي الخبز والنبيت ما كانوش مجرد عشاء، ده كانوا عهد جديد، ذكرى بيسجلها معاهم عشان يفضلوا فاكرين وفخورين باللي هيتحملوا علشانهم. تباركت أيها الإله العلي يا إله الكون، حمدا لك يا واهب الخيرات. خذوا واشربوا كلكم، لأني لن أشرب من عصير الكرمة حتى يتم قصد الله في ملكوته. تباركت أيها الإله العلي يا إله الكون وواهب النعمة لجميع الناس. وفجأة حصل موقف غريب. التلاميذ بدأوا يتناقشوا مين فينا الأعظم؟ مين الأهم؟ والسيد المسيح كان بيتابع المشهد بهدوء، وبعدين قام خلع رداءه وجاب مية وقعد يغسل رجليهم. المعلم بيغسل رجلين تلاميذه عشان يفهمهم إن مفيش حد أعظم من حد، إن الأعظم هو اللي بيخدم، هو اللي بيتعب عشان غيره، واللي بيعيش بالمحبة. بعدها أخذ تلاميذه وطلعوا ناحية الجبل، وهناك صلى لوحده صلاة هزت السماء: يا أبي إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لا لتكن إرادتي بل إرادتك. حزين لكنه ثابت. وفي طريق رجوعه ظهر يهوذا ومعاه حراس بأسلحة، قرب منه وقال له يا معلم، وأعطاه قبلة. بس دي ما كانتش علامة حب، دي كانت علامة تسليم. يهوذا، أتخون سيدك وتسلمه بقبلة؟ بطرس غضب وقطع ودن عبد رئيس الكهنة، لكن ربنا لمسه وشفاه في عز لحظة اعتقاله. التلاميذ هربوا، وبطرس اللي كان فاكر نفسه قوي أنكر معرفته بالمسيح 3 مرات. ومع صياح الديك ونظرة السيد المسيح ليه وقع قلب بطرس وافتكر الجملة: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. وخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. رؤساء الكهنة لما سألوه أنت المسيح رد بكل قوة: أنا هو.
واعتبروا ده تجديف وأمروا بمحاكمته. قل لنا، هل أنت حقا المسيح؟ إذا قلت لكم فلن تصدقوا ما أقول، وإن سألت سؤالا فلن تجيبوني. لكن منذ الآن سيجلس ابن الإنسان عن يمين عرش الله القدير. هل أنت إذن ابن الله؟ أنت تقول. كيف يقول هذا؟ هل يظن نفسه إذن هو يدعي أنه الملك المنتظر. تجديف؟ كيف يقول هذا؟ وكلنا شاهدون على اعترافه. برغم كل الأحداث اللي حصلت دي واللي السيد المسيح كان عارفها مسبقا، ومع كل الوجع ده كان قلبه مشغول بحاجة واحدة بس: إزاي أسيب لهم ذكرى ما تتنسيش، إزاي أعرفهم إني معاهم للأبد. العشاء ما كانش مجرد أكل، ده كان العهد الجديد السيد المسيح بيوحدنا بيه، بيدخل جوه كياننا عشان يبقى فينا وإحنا فيه. في عصر السوشيال ميديا بقينا متصلين تكنولوجيا بس منفصلين إنسانيا. خميس العهد بيعلمنا قيمة وحدتنا مع بعض ومعاه، إننا نتجمع نكسر خبز مع بعض ونسمع بعض بجد. خصص وقت الأسبوع ده تقعد فيه مع عيلتك أو أصحابك من غير موبايلات. عيش معاهم عهد حقيقي ومشاركة إنسانية عميقة زي ما السيد المسيح عمل مع تلاميذه عشان يثبت فيهم وهم فيه. وغسل الرجلين مش بس تواضع، ده تطهير للمسيرة. ربنا كان بيغسل خطواتهم اللي هتتعب وتخاف وتهرب بكرة. كان بيقول لهم: أنا بقبلكم بضعفكم وبنضفكم من غبار الدنيا عشان تقدروا تكملوا المشوار. هل أنت وأنتي مستعدين النهاردة تغسلوا قلبكم من زعل أو كراهية لحد؟ هل مستعدين تتنازلوا عن ردائكم اللي هو الكبرياء وتخدموا اللي حواليكم؟ فكر كمان كده، مين في دايرتك رجليه اتوسخت من تعب الحياة ومحتاج حد يشيل عنه حمل بسيط من غير ما يحسسه بالدنيا؟ التواضع الحقيقي هو إنك تنزل لمستوى وجع غيرك وترفعه. أصعب وجع في القصة دي هو قبلة يهوذا، إن الوجع يجي من حد أكلت معاه عيش وملح. لما تتصدم في حد قريب أو تتعرض لغدر في شغلك، افتكر إن السيد المسيح لآخر لحظة نادى الخاين بكلمة: يا صاحب. ما تخليش غدر اللي حواليك يغير نقاء قلبك، خليك ثابت في مبادئك. أما في جثيماني المسيح غلب إرادتنا البشرية الخايفة بإرادته الإلهية المحبة، كأن بيتحارب بالخوف وانتصر بالتسليم. كلنا بنمر بلحظات جثيماني، لحظة القرار الصعب، لحظة الخوف من بكرة، أو لحظة الكأس المر اللي مفروض نشربه، زي مرض، خسارة مادية، أو مسؤولية تقيلة. بدل ما نهرب من الواقع أو ننكره، نتعلم التسليم. اتعلم تقول: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. ودي مش استسلام، دي ثقة إن اللي رتب الرحلة عارف هو بيعمل إيه، حتى لو الطريق دلوقتي ضلمة. أما الموقف مع بطرس فهو الأمل اللي احنا عايشين بيه، لأن كلنا بنغلط وساعات بننكر مبادئنا عشان خايفين من ضغط المجتمع أو خايفين نخسر حاجة. النهاردة لو وقعت أو فشلت في وعد قطعته لنفسك ولربنا، افتكر إن في عين بتبصلك بحب مش إدانة، لكن ابدأ من جديد. الفشل مش نهاية الطريق، الفشل محطة للتنقية عشان نرجع أقوى، زي ما بطرس رجع وبقى رسول عظيم ثابت على صخرة الإيمان، الرب يسوع المسيح. ده كان الفصل الثاني من رواية ما انتهتش ولسه مكملين فصول الرواية.